السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ مقطع اليوم جيتكم في مقطع انطباع على حلقة بوكو نو هيرو. أدري إني سحبه لي أسبوع ما نزلت شيء، لكن صراحة يا شباب ما في أفكار. بس بإذن الله بعد يوم أو يومين بالكثير أبى أنزلكم مقطع برضو عن بوكو نو هيرو. غير هذا المقطع طبعا يا شباب ما راح أتكلم عن نومو، ما راح أتكلم أي شيء عن نومو، لأنه نومو أبى أسوي له مقطع خاص شرح لقوة نومو. راح أجيب الأشياء اللي طلعت في الموسم الأول، أشياء عن قوة نومو، على الكلام اللي طلع. باختصار راح أشرح لكم قوة نومو بشكل تفصيلي في مقطع لحاله. إن شاء الله راح يكون يوم أو يومين، بس لا تنسون تدعمونا في ذا المقطع. فالحين بسوي انطباع للحلقة باختصار. يعني طبعا بداية الحلقة شفنا ميدوريا. طبعا في الحلقة اللي فاتت جرين تيرن قال لميدوريا كوزو سيترو، يعني خليك جالس أنا بروح أقاتل الأبطال وأرجع. يا أخي ما أدري إيش أقول عن هذا الشايب، رهيب يا أخي، صدق شايب رهيب. بس ميدوريا الله يصلحه ما سمع الكلام، لازم له عقاب الصراحة. قام وراح طلع برا القطار عشان بيقاتل أو بيجرب فترة التدريب حقته، مع أنها قاعدة تتوقع يوم أو يومين بالكثير، يعني للآن ما كمل تدريبه. فشفنا جورين تيرن قاعد يقاتل نومو، وبعدها شفنا كذا فجأة دخل كذا نار. انت تقول ايش الهرجة؟ هو تداروكي هذا ولا مين؟ دقيقة بعدين قالوا له انت ليش هنا؟ يعني حتى الناس مستغربين، يهو انديفا ما يتمشى دائما في المدن كذا. يعني ما ادري اذا انديفا يجي بس في اوقات قليلة زي اول مايت او ايش بالضبط، ما ادري. بس الناس استغربت، انديفا هنا، انديفا موجود هنا، فاستغربوا. لانه طبعا سرحان له بعدين ليش انديفا موجود. بعدين قال لاني بطل. صراحة انا يوم شفت انديفا صراحة صدمت صدمة قوية. يعني أبد ما توقعت انديفا يعني تداروكي ممكن، لأنه من أغنية البداية باين إنه تداروكي وميدوريا كانوا بيتدخلون. أما انديفا صراحة أبد ما توقعتها، كانت صدمة صراحة. بعد جبالنا ميدوريا كان يتكلم ويقول إنه لو كانوا نفس قوة اللي في اليو اس نومو فراح تكون مشكلة، زي ما قلت لكم راح أتكلم عنها بعدين بشكل مفصل. فبعدها جابولنا هذاك اللي حاط يد على وجهه، كان يتكلم مع الجهاز اللي أو الكمبيوتر. طبعا أنا افترض انه هذا الشخص هو رأس المنشار او المنشار السام، عفوا هذا اسمه المنشار السام. طلع تكلم عنه المايت في الموسم الاول. اعتقد انه هذا هو نفسه، بس مو للان مو راضيين يطلعون وجهه عشان يمكن يبي يحمسون له بعدين. طبعا قد تكلموا عنه في الموسم الاول بس ما طلعوا لنا عنه اي شيء، اللهم انه هو اللي سبب الجرح للمايت. كان يتكلم وقال طبعا بوجه، كان يتكلم او اللي حط يد على وجهه كان يتكلم معاه ويقول له هل جهزت من نومو؟ قال له ليش؟ قال له انا احتاج كم نومو كذا. قال له احنا عندنا 6 بس انهم مو بقوة اللي طلع في اليو اس، هذولي اضعف، يعني اعتقد اضعف فيه مو بنفس قوته. فقال له عطني اياهم انا بروح اقاتل، لاني ما احب هيرو كورس او قاتل الابطال ما احبه، فعشان كذا عطني النوم وبروح اهجم على المدينة. فقال له راح اعطيك 3 بس ما راح اعطيك 6، راح اعطيك 3 منهم. قالوا طيب. وبعدها جابولنا الأسطورة. صراحة ذي الشخصية كل حلقة تكبر في عيني، صراحة شخصية رهيبة. ما أدري إذا في ناس يكرهونه وحاقدين عليه، أنا صراحة أحب ذي الشخصية اللي هو ستين. يا أخي ستين رهيب، ستين رهيب الصراحة. صورة المقطع كنت بحطها ستين، بس عشان المقطع اللي فات حطيت صورة ليداكن وهو كذا معصب مدري إيه. المقطع هذا صورة المقطع إن شاء الله راح تكون إيداكن وهو يبكي، طبعا لانه ما سوى الشيء الكبير. لو انه سوى شيء قوي كم دي حطت صورته هو يعني رهيب، اما بما انه قاعد يبكي فبحط صورته وهو يبكي صورة المقطع. طبعا لكل فعل ردة فعل، فهو في الحلقة اللي فاتت سوى انه قوي وفي هذه الحلقة اندعس فيستاهل هياط. لا طبعا زبد له ستين، قال له انت واخوك ضعاف، انتم ضعاف، وطعنه وشرب من دمه شوية عشان ما عاد يقدر يتحرك. طبعا قدرة ستين اللي هي تخثر الدم، يعني يوقفك عن الحركة. طبعا هي من فصائل الدم، من فصيلة A، وبعدها هذه 8 دقائق، بعدها تجي فصيلة AB أقل منها، يعني تاخذ وقت أقل، بعدها فصيلة B. أما الفصائل الثانية ما تكلموا عنها، يمكن وقتها أقل، لأنه زي ما شفنا ميزوري أنا ما أدري إيش فصيلة دمه. طبعا هم يجيبون بيانات كذا في الحلقات بس أنا ما ركزت، ما أدري إيش فصيلة دم ميدوريا، لكن واضح
يا انه ميدوريا عشان قدرة الون فور ما تأخر كثير، ما ادري ايش الموضوع، بس فجأة كده دخل عليهم ميدوريا وسوى سماش. بس ستين ما تأثر من السماش، كأنه قاعد يدغدغه. برضو استخدم عليه الدوتورايتو بال5% وما انكسرت يد ميدوريا. تطور عظيم الميدوريا. طبعا الدوتورايتو اللي ما يعرفها والمايت استخدمها في الجزء الاول ما ادري كثير، لكن استخدمها لما كان ميدوريا قاعد ينقذ كاتشن، وبعدها جاء المات واستخدمها وغيرت الجو، استخدم دوتورايتو. فهذه ميدوريا استخدمها بال5%. اول شيء انا كنت اعتقد انه ميدوريا ال5% هذه بس يقدر يستخدم السماش، لكن طلع ميدوريا يقدر يستخدم ضربات غير السماش بال5%. فميدوريا اخذ ال5% وطورها. اهمية صراحة، قدر ذحين يتحكم بال5%. وبعدها قاعد يستخدم تقنياته اللي تعلمها، وقال ذحين اقدر اقاتل. فجأة كذا انجرح ميدوريا وطاح خلاص. فجأة كذا صراحة من حيث لا تعلم دخل تداروكي. ذي الحلقة ما ادري يسميها حلقة التدخلات ولا ايش بالضبط. اول شيء ميدوريا او لا، اول شيء انديفا، بعدين ميدوريا، بعدين تداروكي. الحلقة ذي كانت صادمة باختصار. بعدها كذا جانا تداروكي وكان مستخدم النار، يعني حتى ميدوريا استغرب، بس بعدين جابونا انه عشان كان يتكلم مع امه ومدري ايش، وخلاص يعني انحلت المشاكل وصار يستخدم النار. طبعا السبب اللي خلى انديفا وتداروكي يجون انه انديفا قال تداروكي انا بوريك ايش هو عمل البطل، وتداروكي قال انا بروح اشوف برضه ابوي هل يستحق لقب البطل الثاني ولا، فبيشوف عمل ابوه. فبعدها جانا ستين وقال 2-1. هذا الشيء غير عادل، شيء صعب، بس من حقه يقول شيء صعب يعني اللي قدامه وقياه. بعدها يعني حتى طريقة قتال ستين تغيرت. ستين صار سفاح باختصار. يعني بحط لكم صورة الحين لما جابوا شكل عين وكذا، يا أخي كان ودي أحط هذه الصورة، صورة المقطع، بس لكل فعل ردة فعله بحط صورة ليدا كان وهو يبكي، يستاهل. بس الصراحة يعني وحش باختصار. ستين وحش، يعني ما أدري مدى قوته، لكن واضح إنه قوي جدا. بعدين قدرته يعني قوية. التخثر يخلي دمك ما تقدر تتحرك 8 دقائق. 8 دقائق هذه كافية لأنه يقتلك ويلعن 7 خير لك كمان. يعني صراحة قدرته قوية، قدر يستفيد منها، يعني صار يشيل معه سكاكين في كل جسمه. صراحة ستين رهيب، في كل حلقة قاعد يوريني إنه رهيب. طبعا أتمنى ما يكون طول الانطباع عليكم، وإن شاء الله أشوف المقطع الجاي. إذا تبون مقطع لشرح قوة نوم اكتبونا في التعليقات، ويلا السلام عليكم.